ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل مع بعض بسكوت السابليه. زي ما احنا شايفين كده، الشكل روعة وبجد الطعم احلى كمان. يلا بينا نشوف احنا عملنا بسكوت السابليه ازاي مع بعض. انا عندي هنا في بولة او في اي طبق غويط عندك، حطيت 3/4 كوباية زبدة او 3/4 كوباية سمنة. اهم حاجة ما تكونش سايحة عندنا. لو سايحة شوية ممكن نحطها في التلاجة. عليهم نص كوباية سكر بودرة، وضربناهم بالمضرب بالشكل دوت. احنا عايزينهم كريمي تمام زي ما احنا شايفين كده. احنا عايزينها كريمي خالص لغاية ما لونها يفتح معانا. ضفت هنا عليهم بيضتين، بيضة ضفت الصفار بتاعتها، وبيضة كمان ضفتها كاملة. تمام، يعني بيضة كاملة وصفار بيضة. وعليهم معلقة كبيرة فانيليا سايلة او نص معلقة صغيرة فانيليا اللي هي البودر. ونضربهم كده كويس جدا بالمضرب، وممكن كمان نضربهم بالمضرب السلك. تمام زي ما احنا شايفين كده. احنا عايزين الخليط معانا كريمي، لونه هيفتح دلوقتي وكمان هيبقى هش معانا كده. تمام، اللون افتح خالص معانا. ضفت هنا معانا كوبايتين دقيق ورشة ملح. انا هنا في الوصفة دي انا ما حطيتش بيكنج باودر. تمام، انت ممكن تحطي ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر عادي. ونقلب بالشكل ده كده كل الخليط مع بعضه، وبعد كده نعجنه. احنا عايزين عجينة لينة مش بتلزق في الايد. عجينة هي لينة عندنا ما بتلزقش. تمام، لو بتلزق شوية نسيبها في التلاجة. لو جامدة معانا على حسب نوع الدقيق نشتغل بيها عادي. تمام كده. حطيت العجينة على ورق الزبدة او اي كيس بلاستيك عندك مفرود، وعملتها كده بالنشابة، فردتها كده بالنشابة. احنا عايزين سمك البسكوت العادي اللي احنا بنشتريه من بره، اقل من نص عقلة. تمام، اقل من نص عقلة صباع. كمان ما نعملهاش خفيفة قوي عشان ما تتحرقش. عندنا هنا القطاعة، اي قطاعة عندك. تمام، انتي لو ما عندكيش قطاعة تقدري تعمليها كمان بفنجان، كوباية صغيرة عشان يبقى شكلها حلو وسيمبل معانا. وكمان القطاعات دي متوفرة جدا. احنا هنعمل من كل بسكوتة هنعمل 2، هنعمل مجوز. هنعمل واحدة سادة والتانية هنفتحها في النص، هنعمل فيها اي فتحة من النص عشان يبان منها شكل الشوكولاتة او المربى اللي احنا هنحشيها بيها زي ما احنا كده شايفين. تمام، وعملنا كمان واحدة. زي ما قلنا لازم يبقوا 2 مجوز. عندنا شكل الوردة هنا، اي شكل انتوا تفضليه لازم يتعمل مجوز كده. تمام، عملنا هنا كذا شكل عندنا زي ما احنا شايفين. هنا انا رصيتهم في صواني او في صاجات زي ما احنا شايفين. انا دهنت الصينية على خفيف او الصاج على خفيف بالزيت. وممكن كمان تحط ورق زبدة. احنا هنا عملنا كمان بالشوكولاتة. شلنا معلقتين دقيق. لو انت هتعملي المقدار هتشيلي معلقتين دقيق وتحطي مكانهم معلقتين كاكاو خام. زي ما احنا شايفين عملنا دوائر كده بالقطاعة، بأي قطاعة بقى صغيرة عندنا اللي هي البلبلة بتاعت الكريم شانتيه. تمام، او بأي قطاعات صغيرة. نعمل في النص كده زي فتحة، يعني ممكن كمان بأي غطا ازازة. تمام، الدوائر اللي احنا عاملينها في النص دي تقدري تقطعيها بأي غطا ازازة. تقدري كمان لو انت عندك قطعات قلب صغيرة او وردة او نجمة زي. هنسخن الفرن على درجة حرارة 180. هنحط الصابليه في النص على الشبكة حوالي 7-8 دقايق. الصابليه احنا عايزين لونه ذهبي، ما يغيرش قوي اللون، يدوب كده لونه يبتدي يصفر على خفيف. تمسكي واحدة كده تشوفي القعر بتاعها ابتدى يحمر. لو احمرت خلاص تبقى هي كده استوت. مش هنشكل الصابليه خالص الا لما نيجي نستعمله، يعني ما ينفعش اللي احنا نعمله قبل العيد خالص. هيجيله رطوبة، وكمان ده فيه مربى، المربى هتطريه جدا. الصابليه هنا بعد ما استوى احنا عايزين اللون ده، ما تغمقيش عن كده خالص. كل ما يغمق عن كده مش هيديكي نفس الطعم اللي هو بالشكل دوت طبعا.
بالطريقة دي هتلاقيه ناعم. احنا كده عايزين مربى كريمي، تقدري بقى تحشي بقى مربى مشمش، مربى فراولة. نقدر نعمل شوكولاتة على حمام مائي ونحشي شوكولاتة. نجيب بسكوتة من اللي هي مقفولة، تمام، اي شكل بقى انت عاملاه، حتى لو دواير عادي. وبنحط كده مربى زي ما احنا شايفين. بنكتر كده جزء من اللي في النص عشان هي دي اللي هتبان عندنا. بنجيب بقى بديل ليها، قلب احنا فتحناه دايرة كده من النص بأي ازازة. شايفين الجمال عامل ازاي؟ ولا اروع يعني. وبجد احسن من محلات بجد يعني، كفاية اللي هو معمول في البيت وبايدك انت كمان. انا واثقة كمان ان انتوا هتعملوه احسن من اللي انا عاملاه بكتير كمان. جبنا شكل تاني عندنا وحطينا فيه مربى كده زي ما احنا شايفين. بنكتر المربى في النص. الكاميرا واضحة. المقابل ليها حطينا واحدة ليها فتحة اهي، تمام، سهلة جدا وشيك جدا. شايفين الشياكة والجمال. زي ما قلنا المربى عندنا هيكون كريمي. لازم المربى تكون كريمي، ما تبقاش قطع. حتى لو عندك مربى قطع انت تقدري تعملها في الخلاط او بالمضرب الكهرباء. نقدر كمان الجزء اللي في النص اللي احنا عاملينه دايرة دوت نقدر نحط فيه كريزاية، اي لون كريز تقدري كمان تحطيها في الحتة اللي في النص، تمام. نلزقها بمربى او بشوكولاتة عادي. يا رب الطريقة البسيطة بتاعت بسكوت الصابلي دي تكون عجبتكم. ان شاء الله كمان هنزل بسكوتات كتير. وبعد كمان ما نخلص البسكوتات كلها هنعمل الفايش. وهنعمل اكل للعزومات وللحفلات في العيد. يا ريت كمان نعمل سبسكرايب للقناة، اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت ينورنا باشتراك. وكمان يا ريت تقولي لي ارائكم في الوصفات. ويا رب دايما اشوفكم دايما على خير. باي باي.